أصدقائي، الأغنية الوصفية برضو فرع من فروع الأغنية. يعني زي ما نقول كده ديني وطني عاطفي، لازم نقول الوصفي. الأغنية الوصفية المفروض إنها تتميز بإيه؟ أولا المفروض بإنها بتتميز بإنها زي اسمها ما بيقول تصف شيء ما. قد يكون هذا الشيء مكان مثلا، قد يكون جو، قد تكون حالة مزاجية، لكنها متجهة بكليتها إلى وصف شيء ما. جميل. إذن هي تعتمد في الأساس على تجربة شخصية، لكن ينبغي أن تكون تجربة شخصية مقتربة من التجربة العامة أو تقترب من التجربة العامة. يعني مثلا لما أقول لك هوى العصاري، أو لما أقول مثلا هوى العصاري كذا وكذا، حلو مثلا، جميل. الشرط اني مثلا مستمعي ده يكون عارف هوى العصاري، او ملوش رأي تاني انه هوى العصاري بيجيب رطوبة في الظهر مثلا. يعني بمعنى اخر، ينبغي ان نشترك مع الشاعر في رأيه ورؤيته لما يصف. ادي جزئية. الجزئية الثانية في اعتقادي برضو ان لا يكون الشاعر محايدا تجاه ما يصف. ينبغي انه يكون بيحبه، وطبعا مش هنقول بيكرهه، لانه لو بيكرهه مفيش لزوم ان احنا نغني له اساسا. ف ينبغي ان لا يكون محايدا تجاه ما يصف. يعني شيء بيحبه او شيء دخل في نفسه وترك فيها اثرا او انطباعا ما، بالتأكيد انطباع ودود او حميم. يعني نمرة 3، هذا الموصوف يا ريت يكون له رصيد مماثل عند جمهور المستمع او عند من يستمعون الى الاغنيه. يعني مثلا لما اصف النيل، مثلا لما شوقي بيه قال النيل نجاشي حلو واسمر، وصف النيل بانه امبراطور الحبشه او امبراطور قادم من الحبشه. كلنا لنا هذا الدلال على النيل وهذا الانطباع عن النيل. صحيح انه محدش في دماغه خطر يقول انه النيل نجاشي حلو واسمر عجب للونه ذهب ومرمر، محدش خطر في باله ده، لكن الكل يحمل نفس الانطباع عن النيل، نفس الحالة المزاجية العامة عن الشيء الموصوف. طيب، تقف متفردة أغنية شمس الأصيل ما بين الأغاني الوطنية، تقف ما بين الأغاني الوصفية، آسف. تقف متفردة زي الهرم كده، تقف شيء بديع وجميل في حد ذاته، وشيء صعب الوصول إليه، صعب تكراره مرة تانية، سواء من حيث كتابته عمنا بيرام التونسي، او سواء من حيث تلحينه العملاق رياض السنباطي، او سواء من حيث ادائه والمتفردة ام كلثوم. نمسك حد نمسك. هي الحقيقة صعبة برضو الغنوة دي تمسك توتالة كده، تمسك بشكل كلي. تعالوا نمسكها بشكل مقطع، تعالوا نخليها اجزاء ونتكلم عنها. انا عارف صحيح ان في ناس يعني ما بتحبش الحكايه دي، بس الحقيقه ما اقدرش اسيبها كده الغنوه دي للكلام وبس. يعني لما نمسك عمنا بيرام التونسي، كانوا دايما يقولوا عليه الزجال بيرام التونسي، على اعتبار انه كتب كثير من كتاباته كانت في الزجل. وهنا كلمة الزجل بمعنى الحرفية العالية في الكتابة وفي اختيار الموازين وفي القوافي إلى آخره. يعني اختيار المواضيع ده نمرة 2. يمكن نقول مواضيع انتقادية أو مواضيع عامة أكتر منها مواضيع خاصة. يعني تلاقوا له مثلا كاتب في نافيو، مثلا تلاقوه كاتب عن القطن، تلاقوه كاتب عن فلاحة بتبيع. كلنا قرينا أسجال عمنا بيرم. هنا يرينا الجانب الآخر الجامد الضخم جدا من شخصيته، بيرم التونسي الشاعر. بصوا اتفرجوا على الصورة دي. شمس الأصيل عملت ايه؟ شمس الأصيل، مين الأصيل ده؟ اللي هو قبل المغربية، يعني قرب المغربية. إذن عملت ايه شمس الأصيل؟ دهبت خوص النخيل، دهنت خوص النخيل ذهب، كاسته ذهب. يا نيل، اخر النيل اللي هو بيتكلم عنه علشان يقول الصورة الاول، تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل.
برضه شوفوا يا جميل، دي مصري قوي من جوانا يعني. يعني اذا شمس الاصيل اللي ذهبت خوص النخيل رسمت على صفحتك، على وشك يا نيل كتحفة، او صورت كتحفة على ميتك يا نيل. والناي على الشط غنى، والقدود بتميل على هبوب الهوى لما يمر عليل يا نيل. صورة كاملة. يمكن كلمة هبوب هي الكلمة الوحيدة اللي خرجت بره التشكيلة، لكن حتى هذه الكلمة مع اللحن مع غنى ام كلثوم ما حسيتهاش غريبة الحقيقة. في هذه الصورة متكاملة، مذهب في صورة كاملة. طيب نشوف عمنا رياض اختار مقام الحجاز ليصوغ منه مقدمة جميلة جدا. لاحظوا هذه المقدمة بقى اللي هي ماشي. بصوا بقى الاقتدار بتاع رياض السنباطي. هو ماشي اربعات يعني 1 2 3 ماشي كده جميل. الجملة بتخلص منه بعد كام اربعة من دول بقى؟ بعد 8 اربعات. يعني جملة مستمرة، سياق مستمر ل8 موازير. حد يقدر يعمل كده؟ صعب جدا انه حد يقدر يخلق جملة بهذا الطول، بحيث انك لو شلت حتة منها لا تتقطم، مش ما تتعملش، مش ما تنفعش، لا تتقطم بجد، يعني لا تصلح. ده كان رياض السنباطي. بيخلص هذه الجملة الفاتنة ويمسك سولو كمانجا. بيقولوا الله يرحمه عازف الكمان القدير احمد الحفناوي، له لطشة خاصة جدا. احمد الحفناوي عازف كمان عربي ما حصلش الحقيقة. بنكمل معاه، بيخلص السولو، بنطلع المقدمة تاني، بتخش الست تغني. ايه ده بقى بجد يعني؟ ايه الجمال ده، وايه الحلاوة دي، وايه القدرة دي، وايه التملك والامتلاك لحواسها والجمهورها والسيطرة عليهم. شوفوا الانتقال وهي بتقول شمس الاصيل وبتوصف، واول ما راحت وقالت والناي على الشط غنى. شوفوا النبي بتقولها ازاي، شوفوا بسمة صوتها، شوفوا الانفراجة، وشوفوا عرض الصوت وقوته، شوفوا قفلتها، شوفوا والناي على شط غنى اولا بتقولها كام مره، وشوفوا كل مره مختلفه ازاي عن التانية. وشوفوا هتلاحظوا دي برضو في كل الكوبليهات، والناي بنرجع لها تاني وبرضو كل مره بتقولها بشكل مختلف. قفلاتها اتفرجوا عليها فرجه